في صراع حاليا بدور بين 4 دول عظمى على فتات سفينة غرقانة من 300 سنة. شو ممكن يكون في هذه السفينة حتى الكل بده يلملم فتاتها؟ اكتشفوا حطام السفينة في عام 2015 بعمق 600 متر تحت البحر عن طريق شركة كولومبية أمريكية باسم SSA، بس ما حدا اهتم فيها، خصوصا انه السفينة في عمق كبير تحت البحر. وقبل اسبوعين تقريبا نزلوا مجموعة باحثين كولومبيين على السفينة واخذوا منها عينات وصوروها صور بجودة عالية. والصدمة كانت بعد ما حللوا العينات اكتشفوا بانه هاي مش سفينة صيد ولا حتى سفينة عادية، هاي سفينة سان خوسيه الإسبانية اختفت سنة 1708 في سواحل كولومبيا. كانت محملة 400 طن من الذهب والفضة واكثر من 100 صندوق في مجوهرات وزمرد، ماخذينهم من البيرو ورايحين فيهم على اسبانيا، بس اعترضت طريقهم سفينة حربية انجليزية واغرقتها. وبعد ما تاكدوا انه هاي السفينة هي سان خوسيه، 4 دول عظمى تتصارع على هذا الكنز اللي قيمته 17 مليار دولار امريكي. يعني مثلا امريكا طالبت بالملكية كاملة لانها كانت مع الطاقم اللي اكتشفوا السفينة في عام 2015، واسبانيا كمان طالبت بالملكية كاملة لانها سفينة اسبانية. البيرو، شو دخل البيرو بالموضوع؟ البيرو طالبت بحصة من الكنز لانه حسب ادعائها الذهب مسروق من اراضيها. والاكيد كولومبيا طالبت بالملكية كاملة لانها السفينة غرقت في سواحلها. انا صراحة مع اي دولة تاخذ الكنز الا امريكا، لانها بصراحة اي ثروة بالعالم بتروح تركض وراها.